السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اختي في فيديو جديد ووصفه جديده. غبرت عليكم بزاف هاد القناه والحمد لله رجعت معكم من جديد، والله قدرني باش دائما نبقى نشارك معكم هكا الوصفات. فاليوم غنشارك معكم ان شاء الله واحد لا طارت اولا واحد الكيك بلا كريم باتيسير والبوعويد. كتجي البنات زوينه بزاف هكا تقدموها في الكوتي ولا في الفطور الصباح، علاش لا. فاول حاجه بالنسبه للمكونات ديال هاد الوصفه، فهاد الكيك هذه غنخدموها بلا زيت، فقط بالزبده. اول حاجه درت هنا 125 غرام ديال الزبده، وهنا راه مكلفه احدى المستفيدات عندي في المركز هي اللي غتخدم لنا الوصفه، وتحيه ليهم كاملين. زدت قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وغنزيدو قياس ديال واحد الكاس ديال سكر سنيده. فالمهم راه كنحاول اني نعطيكم شويه هكا العبارات بالكاس، الا كان يعني بالامكان ديالنا ملي ما كيكونش راه كنعطيكم بالميزان. فالمهم كنتمنى انكم غير تتبعوا الطريقه والمراحل. فهاد لا طارت اولا هاد الكيكه البنات كتجي رائعه، شي حاجه روعه وكتستحق انكم تجربوها. غادي نزيدو البيض، ودائما البنات الزبده خصها تكون اولا بعدا بحراره المطبخ باش كتساعدنا في الخدمه. بالنسبه للبيض غادي ندير 4 ديال الحبات ديال البيض. هنا عندي البيض ما كبيرش بزاف، الا كان عندكم البيض كبير راه تقدروا ديروا غير 3 د البيضات. غادي نخدم مزيان السكر مع البيض مع الزبده حتى كينسجموا ان شاء الله مع بعضياتهم، وان شاء الله ونكملوا معكم المراحل ديال الوصفه ديالنا. هنا عندنا الطحين، والطحين البنات في هاد الكيك اولا هاد الخليط ديال هاد الكيك هذا كنديروه معبور بالضبط، كنديرو 200 غرام ديال الدقيق. فالمهم الا حاولتوا تمشيو بالعبارات كيف ما خدمت معكم راه ان شاء الله غتنجح معكم هاد لا طارت اولا هاد الكيك من اول مره، وصدقوني الا جربتوها غتوليو دائما ديروها. زدنا 2 ديال لي ساشي ديال الخمارات، ودائما اختي وحنا معاونين والحمد لله في واحد الاجواء اللي هي زوينه وواحد الاجواء اخويه. فكنقول لهم الله يحفظكم وشكرا لكم دائما بزاف. قلنا 125 غرام د الزبده، كاس ديال سنيده، قبيصه د الملح، 4 د البيضات، وساشي د الفاني، 200 غرام ديال الطحين، وجوج خمارات. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في العجين ديالنا اولا في الكيك ديالنا. غير هو البنات بالنسبه للقوام ديال هاد الكيك هذا كيجي شويه ثقيل على الكيك العادي. ها نتوما هي مكلفه الاخت بتتخدمها، غيبان لكم القوام هنا ملي غنديروه في المول غيبان لكم انه ثقيل. هنا خدينا هاد المول هذا اللي كنخدموا فيه لي طارت، يعني اللي كيكونوا الجنيبات ديالو هكا مشنفين. بالنسبه للقطر ديال هاد المول هذا البنات هو 30 سنتيم، باش تعرفوا يعني هاد الخليط قداش المول اللي كنديروا ليه. وهانتوما شوفوا الخليط ديال العجينه ديالنا، يعني راه هكا كنوزعوه فوق المول بواحد المعلقه، حيت كيكون شويه عاقد ما تيكونش بحال الكيك العادي، ولكن البنات راه واحد المذاق اللي جد مميز. صافي غنحاول نقاد هكا الخليط ديالنا باش يجي متوزع في المول بشكل متساوي، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وغنكملوا ان شاء الله باقي المراحل ديال هاد لا طارت هادي. ها هي البنات قديتها هكا في المول وغادي نخليوها على جنب. دابا غادي ندوزو باش غنخدموا لا كريم باتيسير، يعني العجينه ديال الكيك ديالنا اولا لا طارت ديالنا ما دخلناهاش للفران. هنا غادي ناخذوا كاسرونه وغادي نديروا فيها قياس ديال واحد 3 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير. وإلا كان متوفر عندكم هذا البنات اللي بالمذاق ديال الحامض، حنا خدمنا بهذا اللي الباكيه ديالو كيكون مكتوب فيها لا كريم باتيسير بالمذاق ديال السيترون، كيكون احسن. غنزيد ساشي د الفاني، وكذلك غادي نزيدو السكر. فبالنسبه للسكر غادي ندير 3 ديال المعالق كبار. راه كتجي البنات الحلاوه ديالها معقوله، ما كتجيش حلوه نهائيا. وبطبيعه الحال اللي كيبغي ينقص من كميه السكر كيبقى لكم الاختيار. غنزيد عليهم السيترو ديال الحليب. صافي وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم باش ما كيبقاش لينا داك لا كريم باتيسير هكا مجموع في القاع ديال الكاسرونه. وغنرجعوها فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد، يعني ما نغفلوش عليه، نبقاو نحركوا فيه. هنا عندي البوعويد بطبيعه الحال نقيناه من القشره، قسمته هكا على جوج وكنحيد له غير داك القلب ديالو باش غادي نزينو به هاد لا طارت هادي.
صافي. مهم انا غادي نحاول اني نقي هكا البعويد ديالي كامل ان شاء الله. غادي نقطعو شرائح اللي هي رقيقه، يعني كنقطعو هكا رقيق باش ان شاء الله نزينو به. وراه كل واحد تزيين كيبقى على حسب الاختيار، كتقدروا البنات تزينوها بالخوخ، بالمشماش، بالتفاح. غير هي الصراحه انا كتعجبني بزاف بالبعويد. مباشره من بعد ما وجدتنا لا كريم باتيسير ديالنا، كنحاولوا هكا البنات كنبقاو نحيدوهم فوق البوطون، نبقاو نخلطوها هكا شويه بداك الفوي باش بحال هي كنزلوا لها السخونيه، يعني نبقاو نحركوا فيها باش كنزلوا لها السخونيه وما كديرش لنا ديك القشره من الفوق. صافي كنديرها مباشره فوق الخليط ديال الكيك ديالنا وهو خضر. يعني هاد لا كريم باتيسير راه كيدخل كلشي كيطيب مره وحده في الفران. هنا عندنا البعويد اللي قطعته هكا واحد الشرائح اللي هي رقيقه، وغادي نحاول نستفو فوق لا طاغط ديالنا. فعلا البنات كيجي داك المذاق ديال داك الكيك اللي بالزبده مع لا كريم باتيسير مع المذاق ديال البعويد، كيجي واحد المزيج اللي هو زوين بزاف. صافي غنستمر هكا ان شاء الله حتى نقاد لها البعويد بحال اللي غتشوفوا على الوجه. ما غاديش نغطيها كامله، هانتوما غتشوفوا معايا البنات كيفاش غير كنحاول اني نقادو. هانتوما كناخذ هكا نص بعويده كنحاول نقادها هكا. المهم راه التصوير كيبين لكم الطريقه ما شاء الله. وكنحطها بهذا الشكل هذا مباشره فوق لا كريم باتيسير، وما بين الصف والصف ديال البعويد كنخلي واحد الفراغ. هانتوما هادوك الفراغات اللي خليت بقاو عريانين ديال لا كريم باتيسير غادي نديروا لهم كاوكاو ايفيلي اولا اللوز ايفيلي اللي متوفر عندكم على حساب الرغبه. داكشي اللي كاين اختي كتقدروا ديروه. المهم يا اما اللوز يا اما الكاوكاو. انا هنا خدمنا البنات غير بالكاوكاو ايفيلي، هو اللي كان متوفر عندنا خدمنا به. صافي وغادي ندخلها الطيب. غادي ندخلوها البنات الفران مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. تقدروا تشعلوا عليها الفوق والتحت. كان عندكم فران ديال الغاز راه تقدروا تشعلوا عليها غير من التحت حتى طيب وتشعلوا عليها من الوجه. قبل البعويد كنرش عليه شويه ديال السكر البني. كتبقى هذه المرحله اختياريه ماشي ضروريه، تقدروا ترشوا شويه د القرفه. فالمهم كيبقى لكم الاختيار. السكر البني كيعطي واحد التعسيله وواحد المذاق زوين بزاف للبعويد. ودابا غادي ندخلها الفران اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180 طيب ان شاء الله ونكمل معاكم. لا طاغط ديالنا البنات من بعد ما طابت كنخليها حتى كتبرد، عاد كنحيدوها من داك المول ديال لي طاغط. بالنسبه للبنات لداك المول راه كتكون عنده ديك الحديده اللي كتهز، يعني كندفعوها غير من التحت كتطلع ما كتعذبناش باش نجبدو هكا الكيك ديالنا اولا الطورطه ديالنا بالمذاق ديال لا كريم باتيسير والبعويد اللي كتجي البنات فعلا زوينه بزاف. غير هي البنات خليوها حتى تبرد باش كتقبض في راسها وتيبرد عليها حتى داك لا كريم باتيسير باش ملي كتقطعوها ما كيبقاش يسيح لكم لا كريم باتيسير ديالكم. وقدموها هكا بالصحه والراحه في الكوتي ولا في الفطور الافراد العائله ديالكم. كنتمنى اختي الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وهنا غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده.